البطولة إمام عاشور من غير ما يلعب، اللي أصلا كنت ضد إن هو يجي الأهلي، بس ده الأهلي وما نقدرش نزعل منه. بس يلا، اللي حصل حصل. أول بطولة الإمام عاشور من غير ما يلمس الكورة، يعتبر من غير ما يلبس الفانلة. هو ده الأهلي يا جماعة، هو ده الأهلي، هو ده الأهلي دايما اللي معود أي حد، اللي أي حد في أفريقيا مش في مصر يتمنى يلعب فيه. كما انت عظيم اهلي، اقسم بالله. يعني امام عاشور لسه كمان هيلعب يا جماعه نهائي كاس السوبر الافريقي والسوبر ليج وكاس العالم للانديه، اللي هو كان عمره في حياته كلها ما كان هيلعبها مع الزمالك. اللي هو شيكابالا هيموت قبل ما يعتزل انه يلعب لو حتى 3 ثواني، ده بيسنتر بس. فيعني ده الاهلي، يعني هو امام عاشور يمكن عمل اللي عمله ده كله عشان يجي الاهلي. طبعا يعني احنا نبدا بقى حلقتنا ان هو المستشار المعزول رئيس النادي الزمالك المعزول طلع في بيان رسمي بيقول اننا مش هنعمل ممر شرف للنادي الاهلي عشان بطولة الكاس، قصدي عفوا الدوري، رغم ان الاهلي عمل في الكاس السنة اللي قبل اللي فاتت ممر شرفي. بس هو في حاجة بس عايز اعرفها، يعني هو مستشار او عفوا رئيس النادي المعزول السابق بتاع ايه طلع تصريحات اما انت معزول؟ يعني بتاع ايه؟ يعني فين المسؤولين بقى؟ فين الدلاديل؟ الناس المدلدله دي فين؟ يعني بأنهي حق انت تطلع؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انا مش فاهم بصراحه، اقسم بالله. انت راجل طلعت، يعني انت بره النادي، بأنهي حق؟ مين اللي اعطاك حق يعني انت تطلع تقول بيان زي ده؟ تقول لا ده ان انا مش هنعمل ممر شرف للاهلي، ده رئيس النادي بيطلع بيشتم فينا. ما تجمعش، انت ما تجمعش. وراجل ما غلطش في نادي الزمالك، هو بيرد على كلامك اللي انت اصلا بتتكلم فيه وتقول له كاني وماني والكلام ده، وانت عارف والناس كلها عارفه انت بتقول ايه. فانت ما تجمعش. اصلا الراجل محمود الخطيب لا بيجيب سيره اي حد في الزمالك ولا اي حد، الراجل محترم، واي واحد من جماهير الزمالك عارف الكلام ده كويس. فهو مثلا محمود الخطيب ما بيطلعش يقول لا ده المستشار مرتضى منصور بيغلط فينا، ما قالش فينا ولا حتى بيجيب سيرتك، ولا ده لو حصل هيجيب ذاتك انت بس، انما هو ماله من النادي؟ دي مشاكل بينك وبينه، فما تدخلش النادي فيها او اي حد في الجماهير. الله يكون في عون جماهير الزمالك، اقسم بالله بسببك انت. بصراحه انا بشفق عليهم بسببك، انت مبوظ الدنيا في النادي يلا ليكم ربنا يا جماعه، والله ليكم ربنا. يعني احنا برضو مش هنجرح فيكم من اكتر من كده، انتوا اللي فيكم مكفيكم، والله بجد اللي فيكم مكفيكم. نيجي بقى على شيكابالا يا جماعه، اللي بيقول لك الغرامه اللي ما اتدفعتش وسبورتنج لشبونه والكلام ده كله. هو خالد الغندور طلع قال ايه بقى؟ بيطلع قال الصحفي اللي اسمه عفوا مش فاكره، طلع قال منشط كده ومن غير ما يفسر اي حاجه، ايقاف قيد نادي الزمالك بس، ما قالش اي حاجه تاني. فهو حب يوضح، الراجل بيحب يوضح. فقال ايه بقى؟ بيقول ان نادي الزمالك بعت خطاب لشبونه قال له فيه ان احنا فلوسنا محجوزه في البنك ومش هنعرف. يعني ايه محجوزه؟ احنا يعني مش هنعرف نبعتها لك دلوقتي، بس نخلص ونبعتها لك، اول ما تتفكر نبعتها لك. فرد قالوا لا، ده اللي حصل، رد قالوا لا. فلما قال لا، قال لك لا احنا كده هنشوف القضاء والاتحاد الدولي والكلام ده كله، احنا مننا الاتحاد الدولي.
وما بس مش فاهم يعني ايه اللي مش عارفين نبعت لك. طب ابعته فودافون كاش يا عم. فودافون كاش وراح نفسك. ده سبحان الله يا اخي. فبيقول في حالة ان احنا ندفع الفلوس الغرامة، القيد هي ايه بعد الدوري العام القيد هيتفتح. بس احب اقول لك على حاجة بقى يا برنس. ابراهيم فايق طلع بيقول بخطاب بتاع الفيفا نفسه بقى، والورقة كده قاعد يقرأ فيها قد كده شوية كلام كده تحتهم اهم حتة بقى، اهم حتة في الورقة كلها. فلما الاتحاد المصري بعت له قال له هو انت لما الزمالك يدفع الفلوس الغرامة اللي عليه هل يا ترى القيد هيتفتح؟ فقال له احنا اصلا يعني هو ما يعرفش. ما انت بقى خالد غندور هو اللي يعرف. اما انتوا اخر من يعلم في كل حاجة، اخر من يعلم في صفقة امام عاشور، اخر من يعلم في صفقة ابن فاروق سيف فاروق جعفر. ايه يا عم لما راح بيراميدز انتوا اخر من يعلم في كل حاجة، وانت بقى اللي عامل نفسك فقير وتقول لما يدفع الفلوس القيد هيتفتح لنادي الزمالك؟ لما الاتحاد المصري نفسه مش عارف، انت اللي عارف يا سبحان الله، الاتحاد الافريقي. فانت بتهري انت بص بصراحه، انت وميدو ده والله العظيم بتضحكوا، والله العظيم انتوا بتضحكوا، بس انتوا تطلعوا تضحكوا بس مش فاهمين اي حاجه بصراحه. انتوا احنا بنسمعكم كده تحفيل بقى وكده مش اكتر. واخيرا يا جماعه ماتش الاهلي اللي جاي، طبعا انتوا شفتوا بيراميدز خسر اخر ماتش، وطبعا الاهلي توج بالبطوله. طبعا ده ما يمنعش ان كولر لما بيبارك للعيبه وقال لهم يا جماعه مبروك والكلام ده، بس مره واحده قال يا جماعه بس احنا عندنا ماتش اللي جاي ده للجماهير، هنفرح جماهير الاهلي بقى، احنا خدنا الدوري ماشي بس ده الماتش ده لجماهير الاهلي، احنا نازلين بكامل نجومنا لماتش الزمالك، مفيش ليه يعني، مفيش هزار، مفيش، كله جد. احنا هنخلص الماتش ده وهيدي 7 لعيبه راحه او 8 راحه 13 يوم، هيلعب باقي الماتشات بالاشبال بقى والبودلة والاعتراضيين والكلام ده، لحين ماتش الداخليه في الكاس يوم 30/7 هيلعب، يرجع النجوم. النجوم كلها ترجع يوم 30 لماتش الكاس ان شاء الله، عشان المتأهل هيلاعب المصري في نص النهائي. فطبعا الاهلي طبعا يا جماعه في الدوري كده احصائيات على السريع في الدوري ده، الاهلي كسب 20 ماتش، اكتر فريق كسب، ولسه عندنا 25 عفوا 25 وعندنا 5 تقريبا 25 وعندنا 5 وطبعا اللي ورانا بيراميدز هو عامة ودخل فينا 7 تجوان، والوحيد برضو اللي بعدنا بيراميدز مش عارف كام 22 تقريبا. يا رب تاني جبنا كام جون؟ جبنا تقريبا 49 حاجة و50 جون، ولسه بينا 5 ماتشات. اللي ورانا بيراميدز مش عارف حاجة و40، يعني مقربة مننا بس 4 أهداف الفرق تقريبا. الاهلي ما فيش الا حاجه واحده بس الزمالك متفوق علينا فيها يا جماعه بصراحه، يعني هي الزمالك متفوق في حاجه واحده، في ضربات الجزاء دي ما انتوا عارفين على جنب. والحاجه الوحيده بقى ان هو ولا كارت احمر رغم ما هو ملايكه. ملايكه ولا كارت احمر 30 ماتش او 31 ماتش ولا كارت احمر. ملايكه يا عم، انت بتتكلم ملايكه وحكام ملايكه، فاحنا من ايه لازم نشيد بالحكام الملايكه واللعيبه الملايكه بتاع الزمالك. واخيرا احنا بنبارك لنادي الاهلي يا جماعه، وقبل ما نبارك لنادي الاهلي بنبارك على الكيان نفسه، الاهلي نفسه اللي هيفضل، اللي فاضل، ومن جماهير بقى والاداره والاعلاميين والصحفيين الاهلاويه بس بنبارك لهم، والف مبروك ان شاء الله ماتش الزمالك اللي جاي نكسبهم، ونفرح احنا كجماهير، وان شاء الله نتوج ببطوله الكاس
عشان يكون كولر برضو عمل يا جماعه اول مدرب في 10 شهور ان شاء الله يكون خد هو كده خمس بطولات: كاس، سوبر مصري ومصري، ودوري الابطال الاغلى اللي بتوضع النادي الاهلي في اول افريقيا دايما، والدوري كده 5 ان شاء الله. الكاس بقى والسوبر ليج والسوبر الافريقي وحاجات كتير قوي ان شاء الله جايه للنادي الاهلي. وانا استاذكم الله، يلا السلام عليكم.